انا اقول لك ومعاك 150,000 لحد 200,000 جنيه ايه افضل انواع العربيات المناسبه بالسعر ده. ما تسمعش كلام اللي يقول لك ان ال 150,000 ولا 200,000 جنيه ما بيجيبوش حتى توك توك دلوقتي. توك توك شيء والعربيه شيء تاني خالص. طيب اول حاجه معانا واكتر حاجه تدور فيها الاول هيونداي اكسنت. معاك موديلات من 98 لحد 2006. العربيه دي قطع غيارها كل مكان موجوده، زي ما بيقولوا حرفيا هتلاقيها في السوبر ماركت. اما الصيانه اي ميكانيكا على الناصيه هتلاقيه بيشتغل فيها. اعتماديه جدا في الاعطال، يعني شبه زيرو اعطال، وشكلها العصري يعني مقبول. اما عيوبها عايزك تبص على الحوض كويس، ما يكونش فيه شروخ في البطاحات، ما يكونش فيها خبطه في الشاسيه، ما يكونش فيها خبطه في قايم. يعني دور على العربيه دي وهي فابريكا دواخل وسقف. حتى لو لقيت ان السقف راشش مش مشكله، بس يكون السقف ما فيهوش نسبه معجون عاليه، عشان لا قدر الله ممكن تكون اتقلبت قبل كده. فلو فيها رش في السقف يكون فيها رش عشان خاطر بس فات عليها سنين طويله. فاللي هيفحص العربيه تاكد عليه بالجهاز ان ما يكونش فيه معجون في السقف. العربيه دي هتلاقيها معروضه من 150,000 لحد 200,000 جنيه حسب الموديل وحسب الحاله. يبقى احنا موديل من 98 لحد 2006 سعرها من 150,000 لحد 200,000 جنيه. وتاني عربيه معانا فورليه سبارك من 2008 لحد 2012. العربيه دي محترمه صغيره كده، تنفع حد لسه في بدايه حياته رايح جامعه، ولا بنوته كده رايحه الجامعه، ولا شاب لسه رايح الشغل، او اسره صغيره. دور على العربيه دي هتلاقي منها فابريكا سقف ودواخل بعداد يعني مش كبير قوي. حاله الموتور تكون كويسه علشان خاطر في ناس كتير قوي بتشتكي من المكنه بتاعتها. عفشه تكون محترمه. زي ما قلنا رينج سعرها بيتراوح من 170,000 لحد 220,000 جنيه. برضو قطع غيار العربيه دي متوفره في كل حته، واي صنايعي على الناصيه بيشتغل فيه. اما ثالث عربيه معانا فرانزا A113 موديل 2007 لحد 2014. قطع غيار العربيه دي برضو متوفره في كل حته، مش تتعب عشانها في اي حاجه. صيانتها سهله جدا، انت نفسك انت ممكن تقدر تعمل فيها شغل، تغير لها فلتر، تغير لها بوجيهات، يعني لو معاك يعني العده. حاجتها متوفره ومش متعبه وصيانتها سهله جدا. العربيه دي مشكلتها زي مشكله اي عربيه صيني، البرومه. دور فيها كويس ان ما تلاقيش فيها برومه او صدى ولا الكلام ده كله. هتلاقيها فابريكا سقف ودواخل بحاله محترمه. دور برضو في الرينج ده هتلاقي العربيه دي كويسه جدا. صيني بس عربيه معمره وحلوه. ورينج سعرها بيتراوح من 150,000 لحد 200,000 حسب النوع ومتوسط سعرها بيتراوح من 150,000 لحد 200,000 حسب الموديل وحسب الحاله. في عربيات تانية بقى بس موديلات قديمه شويه هقول لك عليها برضه. اوبل فيكترا موديل 94 متوسط سعرها من 150,000 لحد 200,000 جنيه. عربيه ثابته، اداء عالي جدا، بتبقى راكب عربيه محترمه، بس قطع غيارها مش منتشره قوي وصيانتها صعبه شويه. فانت هتجيبها تكون انت عارف خبايا العربيه دي، تخش على ملاكها وتشوف الناس اللي في الجروب مثلا ملاك العربيه، تشوفهم ايه القطع غيار بتتجاب منين، الصيانه بتتعمل فين، الكلام ده كله. بس اهم حاجه تجيب العربيه ما تكونش عامله حادثه وتكشف عليها كويس. عايز اوبل فيكترا موديل اعلى شويه يبقى 99 لحد 2000. هتلاقي فرق السعر بسيط جدا من 150,000 او 160,000 لحد 220,000 حسب الحاله. فانت هات اعلى سعر علشان خاطر تبقى اعلى حاله. فانت هتجيبها فابريكا دواخل، فابريكا شاسيه، تكون ميكانيكا والات جر، والعربيه كعربيه كويسه، ما يكونش فيها حاجات كتيره قوي محتاجه تغير، فتبص تلاقي نفسك كنت تشتري حاجه موديل اعلى افضل. زي ما قلت لك قطع غيار برضو العربيه دي وصيانتها، تسال ملاكها. اقرب حد في المكان الفلاني بيشتغل في العربيه كصيانه، اقرب حد بيشتغل في العربيه كقطع غيار، عشان ما تتعبش في صيانتها ولا قطع غيار. في الاوبل برضو هتجيب اوبل كورسا الهاتشباك موديلات 94. رينج سعرها بيتراوح برضو من 160 لحد 200 180 حسب حالتها. برضو دي عربيه معمره وكويسه، ثبات وجسم عربيه وعظم، لا حاجه فوق الخيال. بس زي ما اتفقنا برضو قطع الغيار والصيانه تسال ملاك العربيه على جروبات في الفيسبوك. في عربيات كتيره بقى في رينج السعر 200,000 و 150,000 ال 150 لحد ال 200 يعني برضو كتير، بس احنا يعني الفيديو هيطول. في زي الشاهين، السينا، في عربيات كتيره جدا. بس انا اخترت لك يعني افضل الانواع من اول الاكسنت لحد الاوبل. تمام، وبكده انت معاك افضل انواع عربيات لحد 200,000 جنيه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو. سلام.